أجور نجوم رامز إيلون مصر الخيالية، والإعلان الواحد تجاوز $1,000,000. فيفي عبده الأعلى أجراً. كم يتقاضى النجوم في إعلانات رمضان؟ الأرقام هتفاجئك. كواليس الصفقات السرية فلوس بالملايين. أجور نجوم رامز إيلون مصر هتصدمك. مين أغلى ضحية؟ وليه النجوم بيوافقوا على مقالب رامز؟ السر في الملايين. يا مساء الفل على أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة معانا حلقة نار هنتكلم فيها عن موضوع بيشغل كتير من الناس، الأجور اللي بياخدوها النجوم في برامج المقالب، وتحديدا في برنامج رامز إيلون مصر في رمضان 2025. بس قبل ما نخش في الجد عاوزاك تنزل تدينا لايك سريع، ولو لسه جديد في القناة اشترك عندنا وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. وكالعادة خلينا نبدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بعدها ندخل على الفلوس اللي رامز بيغرق بيها الضيوف بتوعه. رامز جلال معروف انه كل سنة بيجيب أفكار غريبة وعجيبة. السنة دي قرر يعمل مقالب في النجوم والمشاهير السابقين كمان. لكن السؤال اللي شاغل بال الناس كلها، النجوم دول بياخدوا كام عشان يقبلوا على نفسهم يتبهدلوا بالشكل ده؟ أحمد فهمي نجم الكوميديا كان ضيف الحلقة، ورامز اتريق عليه جامد قوي، واتكلم كمان عن تعدد زيجاته. يا ترى فهمي أخد كام في الحلقة دي؟ المفاجأة بقى إن أحمد فهمي أخد $40,000. أيوة، يعني كام بالمصري؟ يعني 2 مليون جنيه. محمد سامي المخرج المعروف سكوته كان بسبب دعمه لمراته الفنانة مي عمر، راجل أصيل بصراحة، أخد بس $100,000، يعني حوالي 5 مليون جنيه. أما أحمد العوضي واللي واجه المقلب بشجاعة، فكان سبب سكوته على تهزيق وتريقة رامز عليه إنه استلم ظرف فيه $160,000، يعني حوالي 8 مليون جنيه. أما ليلى أحمد زاهر النجمة الشابة فأخدت $20,000، يعني مليون جنيه مصري. الموضوع يستاهل الفلوس بصراحة. وطبعا مش هننسى فيفي عبده اللي كل سنة بتكون ضحية لرامز، وكأنها مشتركة في باقة سنوية، أخدت $400,000، يعني 20 مليون جنيه مصري، وده يعتبر أعلى أجر لحد دلوقتي في البرنامج. غير نور النبوي اللي أخد $60,000، يعني 3 مليون جنيه. محمود حافظ أخد $60,000. أما هنيدي بقى فطلب $300,000 مقابل ظهوره في برنامج رامز إيلون مصر. نيجي بقى لمصطفى أبو سريع اللي أخد $35,000 مقابل ظهوره في البرنامج، يعني 1,750,000 جنيه. القايمة لسه طويلة، خليكم معايا واعملوا لنا لايك عشان نكمل بقية القايمة. إمام عاشور اللي كان حديث السوشيال ميديا، وأشرف عبد الباقي وغيرهم، وكل واحد فيهم طلع بفلوس حلوة قوي مقابل الصدمة العصبية اللي جت له يعني في البرنامج. خلاصة الكلام، رامز بيستضيف النجوم وبيعمل فيهم العجب، وفي الآخر الكل كسبان، الضيوف ورامز والكل، واحنا اللي بنتفرج ونضحك لكن ما بناخدش ولا مليم. نيجي بقى للجزء الأهم، وهو إعلانات البرنامج. تخيل كده الساعة 12 بالليل قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على المسلسل، وفجأة إعلان رامز الجديد يطلع لك. عارف الإعلان ال30 ثانية ده لوحده متكلف كام؟ متكلف 1,400,000 جنيه. ده مش إعلان، دي ميزانية دولة صغيرة. استنى، ده لسه ما دخلناش في التقيل. شركات الاتصالات مثلا بتصرف من 150 ل 300 مليون جنيه في رمضان على الإعلانات بس. ده احنا لو خدنا الفلوس دي وعملنا بيها مسلسل عن ميزانية الإعلانات هيكسر الدنيا. زمان كنا بنسمع عن إعلان شوكولاتة جيرسي وننزل نشتريها على طول. دلوقتي الدنيا اتغيرت، الإعلان مش مجرد كام ثانية والسلام، في كواليس وتحضيرات ومليارات بتتصرف، والمسلسلات أصلا بقت معتمدة عليه. يعني الإعلان بقى هو اللي بيصرف على المسلسل مش العكس. احنا بنتكلم في أرقام تخض يا جماعة. النجم اللي يطلع في إعلان ممكن ياخد من 1,000,000 ل 2 مليون دولار. والله زي ما بقولك كده. أما لو نزلنا للصف التاني من النجوم، ممكن يكون السعر من 20 ل 30 مليون جنيه. طب لو جبنا حد بقى من البلوجرز أو الانفلونسرز، ما هم دول كمان ليهم سوق، والفيديو الواحد ممكن يوصل ل 500,000 جنيه. يعني لو نزلت فيديو في الحمام وطلع ترند، ممكن يجيلك إعلان ب200,000 جنيه يا سيدي. بس غير إن أمي تعمل إعلان عن الطبيخ في حلة الضغط ونبقى مليونيرات. طب تفتكر إن تصوير الإعلان بياخد كام ساعة وخلاص؟ لا، ده ممكن ياخد أيام، ولو حصلت غلطة واحدة بتدفع ملايين تعويضات علشان يحاولوا بس يصلحوا الغلطة دي. خليني أحكي لكم عن مرة إعلان فيه طفلة كان المفروض يتصور وقت الغروب، والبنوتة الجميلة قررت إنها مش في المود. قعدوا يعيدوا في اللقطة لحد ما الليل جه، فكان الحل إنهم يعيدوا التصوير تاني يوم. اتكلفوا في اليوم ده 1,800,000 جنيه على الفاضي. في الحقيقة الإعلانات في رمضان بقت سوق ضخم، وميزانياتها بتنافس ميزانيات الأفلام والمسلسلات، واللي مش هيقدر يحجز مكانه في السباق ده هيبقى بره اللعبة. أما إحنا فهنفضل قاعدين بنتفرج ونقول هو أنا ليه ما بقتش إنفلونسر؟ لو الحلقة عجبتك لايك سريع وشاركها مع أصحابك عشان يعرفوا مين بياخد كام، واستنوني في فيديو جديد قريب جدا. سلام.